بسم الله الرحمن الرحيم. نزل تحديث جديد على ممارسة بلس. اليوم بنشوف طريقة التسجيل فيه أو خدمة التصنيف المهني في ممارسة بلس. طبعا أول خدمة للممارسة الطبي هي خدمة التصنيف المهني. أول شي بنشوف المتطلبات عشان نقدم على هذه الخدمة. المتطلبات: واحد، الشهادة الجامعية، شهادة التفاصيل، شهادة الامتياز، التسجيل المهني. التسجيل المهني من الدولة إلى إن جاي منها، شهادة خبرة زائد الداتا فلو. في الداتا فلو حتصدق الشهادة الجامعية والتفاصيل والامتياز والتسجيل المهني. شهادة الخبرة ما تحتاج تصديق في الداتا فلو. طيب ننتقل للخدمة. أول شي حنفتح جوجل، حنكتب ممارس بلس، حنخش أول رابط، حنجي هنا حنضغط الدخول للخدمة. راح تجيك هذه الصفحة. إذا ما كان عندك حساب راح تنشئ حساب من هنا. الاسم الأخير، البريد الإلكتروني، الرمز. بعدها حتجيك رسالة على الإيميل، حتخش تفعل الحساب. بعدها حتسجل دخول على الحساب حقك، حتجيك صفحة البيانات الشخصية، حتكمل هناك البيانات الشخصية. طيب أنا بسجل دخول الحين، بسجل دخول وبرجع لكم. بعد ما سجل دخول حتروح لصفحة الملف الشخصي، حتكمل كل المعلومات الشخصية تبعك. بعدين حتروح هنا الخدمات. هذه الخدمة، خدمة التسجيل المهني. راح تجي هنا المتطلبات حقت الخدمة في أي تخصص. حتختار هنا التخصص علشان تشوف الرسوم كم. مثلا الطب والجراحة، طبيب عام، الرسوم حتكون 1420. أول شي حتدفع 200 ريال رسوم، بعدين 1420. تضغط هنا تقدم. حتجي هنا لستة أسئلة، حتجاوب عليها. هل أنت منقطع؟ لا. هل مؤهلك ضمن قائمة مؤهلات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟ نعم. إذا كان المؤهل غير معترف، حتقدم على دراسة مؤهل جديد. استمرار. حتجيك هنا أسئلة حتجاوب عليها. هي في الغالب كلها لا. استمرار. حتجيك هنا أول خدمة. أول شي التعليم، حتحط بلد المؤهل والجهة المانحة للمؤهل ودرجة المؤهل والعنوان. مثلا السودان، الجزيرة. مثلا مدة الدراسة 5 سنين. حترفق هنا شهادة المؤهل زائد السجل الأكاديمي. بعد ما أرفقت الملفات وعبيت المعلومات المؤهل، هرفق هنا الداتا فلو. بعد ما رفقت ملفات شهادة المؤهل والسجل الأكاديمي والداتا فلو، بضغط هنا إضافة. راح يجيك هنا ملخص للملفات الذي أرفقته أنت. هتضغط التالي. بيجيك هنا الصفحة الثانية، تفاصيل الخبرة المهنية. حتعبي هنا التفاصيل. بعدين حترفق هنا شهادة الخبرة. أنا عبيت الحين وأرفقت شهادة الخبرة. هضغط هنا. بعدين حتجيك هاي الصفحة الثانية، حترفق فيها شهادة التسجيل أو الرخصة المهنية من البلد اللي انت جاي منه. بعد ما تحط تفاصيل الرخصة المهنية، حترفق هنا شهادة الرخصة المهنية، وحترفق هنا الداتا فلو إضافة. الحين أنا أكون أرفقت تفاصيل المؤهل وأرفقت برضه الرخصة المهنية. برضه حضيف شهادة الامتياز من هنا.
إذا كان عندك خطاب التدريب حتضيفه تحت خطاب التدريب. بس أنا بضغط أخرى، بعطنا وصف المستند، بكتب شهادة امتياز، برفق الملف هنا. بعدها برفق الملف هنا، إضافة، بعدين بضغط التالي. حتجيك هنا صفحة خاصة بتفاصيل الطلب، المجال المهني، طب بشري، التخصص الطب العام، التخصص برضو الطب العام على حسب التخصص تبعك. هل عندك اختبار أو لا؟ لا. استمرار. بيجيك هنا صفحة تراجع فيها الطلب، بعدين تضغط تقدم. بعدها بيجيك صفحة الرسوم، أول شي حتدفع 100 ريال، بعدين بيراجعون الطلب حقك، إذا قبلوه حتكمل الرسوم الثانية اللي كنا 1200. بعد ما تدفع هيعطوك رقم حقية امتحان، في هذا الرقم تقدر تحجز فيه الامتحان وتمتحن. بعد ما تعدي الامتحان تدفع رسوم الرخصة المهنية تقريبا حوالي 300 ريال، بعدين خلاص تجيك الرخصة وتصير طبيب مسجل في ممارس بلس. بحط لكم رابط كيف تسجل في الداتا فلو، وأحط لكم رابط كيف تحجز الامتحان في الوصف. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، وشكرا.